والله العظيم التعادل ده 1-1 الزمالك وبتروجيت تعادل غير عادل، لأن فريق بتروجيت يستحق الفوز، وهقول لك ليه. في مباراة النهاردة يمكن الفترة الأخيرة شفنا يا معلم بقى كمية البيانات وكمية التلقيح، وأصل إحنا بنظلم تحكيميا. أنا بقول لك أهو كزملكاوي أقسم بالله مفيش أي ظلم تحكيمي علينا خالص، بالعكس الفرق اللي بتلعبنا هي اللي بتظلم النهاردة يا معلم. اقل مثال، الونش عليه ركله جزاء فضيحه. نفس الحكم شاف ركله الجزاء بتاعتنا اللي هو جت في وشي اصلا، الواد ما جاتش في ايده، الفار رجعه فرجع، فلقى نفسه لا لا مش للدرجه دي، يعني مش هينفع احسبها للدرجه دي، فرجع ولغاها، فهي اصلا مش ركله جزاء. لكن نفس الحكم ما شافش ان في ركله جزاء لبتروجيت، ما شافش ان في اصلا دوسه وهرس رجل من الونش اللي لاعب بتروجيت. كارت احمر يا معلم مباشر حرفيا. او الكره التانيه اللي اللاعب بيرفع رجله في وش لاعب بيتروجيت، فطرد برضه مستحق. فهنا ما شافش ولا ما شافش، والفار ما شافش او شاهد ما شافش حاجه. فهنا الفار زي ما رجعت في كوره علشان تشوف ركله جزاء ولا لا، فبرضه لازم تجيب باقي الكور التانية علشان تدي كل فريق حقه. ولكن النهارده كابتن زيزو بس انت احنا بس كنا عايزين نجدد معاك. فحضرتك هتعمل ايه معانا يعني الفتره الجايه؟ انا عاوز 100 مليون. ليه يا كابتن زيزو الرقم ده رقم اوفر قوي، رقم يعني كبير قوي. معلش يعني ليه بتعمل ايه؟ انا كابتن، انا الهداف، انا دلوقتي بنافس من الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك يا كابتن زيزو. معلش يعني حضرتك لو جينا نبص لاهدافك هتلاقيها يا معلم تلات ارباعها ضربات جزاء، تلات ارباعها فضائح تحكيميه، وبيجينا ضربه جزاء فانت تروح تمسك الكره زي العيال الصغير وتروح تلعب ضربه جزاء. فما تعملش فيها، عامل فيها لان انت مالكش فيها. انت واحد وينج ما تعرفش حاجه عن الوينج غير ان انت بتجري وخلاص، تحط الكره قدامك وتقعد تجري. او كورنر فراح اخد الكره كده، انا اللي هلعب الكورنر، انا اللي هلعب الفاول، انا اللي هلعب ضربه الجزاء، انا اللي هجري. انت تلعب يا معلم باك رايت حلو قوي، والله تلعب باك رايت. انت لو رحت الاهلي ولعبت باك رايت هتبقى جامد، او لعبت معانا باك رايت هتبقى برضو جامد. لكن انت وينج مش وينج. انت افضل لاعب في مصر؟ لا يا معلم انت مش افضل لاعب في مصر خالص، انت لعيب عادي واقل من العادي، وبتجري وخلاص. ولولا نفخ الجماهير اللي بتنفخه لك والبروباجندا الجامده اللي عليك، انت اصلا ما تستحقش اقسم بالله 100,000 جنيه. ده انت تاخد ال 100,000 جنيه دول كمان وسكتم بكتم وحلوين قوي كده عليك. ده انت اصلا لحد دلوقتي ما بتعملش بال 100,000 جنيه، وعاوز 100 مليون هتعمل بيهم ايه يا معلم؟ طب ما هو انت زي ما انت بتطلب، وزي ما الفريق او النادي لازم يديك الفلوس، ما انت لازم يا معلم يبقى ادائك قوي، لازم يا معلم تبقى فارق، زي لازم يا معلم تبقى تكسف اللي قدامك عشان اخد الفلوس. لكن انت بتعمل ايه؟ ما بتعملش اي حاجه. كابتن عبد الله السعيد النهارده ما بيعملش حاجه غير اللي هو ايه، كره تيجي يروح بينط كده. كابتن عبد الله يلعب يا كابتن، اخد الكوره ويقعد يلف حوالين نفسه. انا كابتن عبد الله السعيد يا كابتن، يا عم يا عم نلعب، طلع طيب بنتايج، اعمل اي ما فيش. انا كابتن عبد الله السعيد اسطوره، ما فيش. دونجا لقطه سيبك منه، مش هنقعد نتكلم عليه، ده عيل تافه ملوش لازمه، بيقعد بس يتكلم كده ويقعد يلقح كده على امام عاشور. فسيبك. كابتن ونش فضايح تحت في الدفاع، سيف الجزيري ما فيش. المشكله مش مشكله مدير فني اقسم بالله، اكتر ما هي مشكله لعيبه. انت ما عندكش سكواد. ده احنا الماتش الجاي قدام الاهلي هنتنفخ حرفيا نفخه، هنتنفخ نفخه. مش عارف اقول لك ايه بالاداء اللي احنا شايفينه ده. احنا ولا عندنا لعيبه ولا عندنا اداء فني ولا اي حاجه، لعب عشوائي. لا شوط اول لعبنا ولا شوط تاني. وسيبك من المعلق اللي بيقعد يقول لك اصل الزمالك ظهر في اخر ربع ساعه هجوميا، احنا ولا ظهرنا، ده لعب عشوائي. فريق بتروجيت بس وقع بدنيا شويه، وكان يستحق كمان الفوز، لان النهارده فريق بتروجيت اتظلم تحكيميا قولا وفعلا، اتظلم تحكيميا. ولو الحكم اداله حقه النهارده فريق بتروجيت النهارده يكسبنا عادي، يكسبنا عادي. والهدف القاتل اللي جابوه لولا بس الزمالك لعب بسرعه، لولا ان هم لسه ما رجعوش يتمركزوا صح، ما كناش جبنا جون. حتى الجون اللي احنا جبناه مدافع بتروجيت غلط وجابها في نفسه، وكل واحد حر في نفسه.